بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وحشتوني جدا جدا. وصفة النهاردة بقى لذيذة وجميلة قوي وكلنا بنحبها، كبير وصغير ما بيختلفش عليها اتنين. نحب نجيبها من بره كده بمبالغ. النهاردة بقى هنعملها مع بعض بمكونات بسيطة قوي موجودة عندنا كلنا، ومش هتاخد في ايدك وقت خالص وهتبقي استاذة فيها. شايفين شكلها ولونها؟ يلا بينا مع بعض نشوف الطريقة ازاي، وتابعيني لاخر الفيديو هقولك كل اسرارها. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هنبدأ الاول كده نجهز الخميرة بتاعة البيتزا. معايا حوالي نص كوباية من اللبن الدافي، وعليها معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، ومعلقة كبيرة من السكر. قلبتها كويس قوي وهركنهم على جنب كده يعملوا لي فوران كويس علشان اتأكد ان الخميرة بتاعتي مظبوطة. ودلوقتي بقى هبدأ اشتغل في الدقيق بتاعي. معايا 3 كوبايات من الدقيق نخليهم كويس قوي. حطيت عليهم معلقة ممسوحة من البيكنج باودر، وكمان معلقتين من السكر، و3 معالق من الزيت، ورشة الملح بنحطها على كل المخبوزات بتاعتنا. ونيجي بقى للمكون اللي هيخلي العجينة بتاعتنا طرية قوي وكمان تبقى مختلفة عن الشارع. احنا بنعمل الحاجة في بيتنا نعملها مغذية وتبقى طريه كده واحلى من الشارع. كمان حطيت 3 معالق من الزبادي، هيطروا لي العجينه ويخلوها اسفنجيه وهشه وحلوه حلوه جدا. حطيت بقى الخميره بتاعتي وبدات اعجن البيتزا بتاعتي. طبعا لو انتوا عايزينها ايطالي او البيتزا اللي هي بتبقى رقيقه او ناشفه شويه ممكن تستغنوا عن الزبادي. انا بحب اعجنها بزبادي وبلبن تبقى مغذيه كده. احنا بنعمل الحاجه في بيتنا غير اللي بنشتريها من بره. بدأت أعجن بقى العجينة بتاعتي. أهم ما فيها إن احنا نعجنها كويس قوي. أخد العجينة بتاعتي على الرخامة كده وأبدأ أربلها عرق كويس، إن أنا أعجنها كويس قوي قوي لحد ما تبقى ناعمة في إيدي، بحيث إن أنا لما بعد كده أبدأ أعجن أفرد البيتزا تبقى العجينة طرية وهشة ومطة في إيدي، تبقى حلوة قوي. لو وصلتوا معايا لحد هنا متنسوش تفعيل زر اللايك والاشتراك تحت الفيديو علشان يوصلكوا كل فيديوهاتي الجديدة. بصوا بقى، اخدتها على الرخامه وبدات اعجن فيها كده. كل المقادير هكتبها لكم في صندوق الوصف تحت الفيديو بالجرام وبالكوبايه. البيتزا بتاعتنا سهله قوي ومقاديرها مش كتير خالص وبسيطه قوي وما بتاخدش وقت. انا عايزه اقول لك انت ممكن تعجني الكميه، ممكن تعجني مثلا كيلو من الدقيق وتحطيه في كيس بلاستيك وتحطيه في الفريزر عندك، وتطلع وقت الاستخدام ما بيجرالهاش اي حاجه وبتطلع تفك اكنها لسه معموله معاكي. بعجن بقى العجينه بتاعتي كده كويس قوي قوي، وبعد كده بحطها في الطبق البلاستيك اللي انا عجنت فيه ودهنت وشها شويه زيت وسبتها لحد ما تخمر معايا بالظبط كده. الجو حر، ما اخدتش حوالي نص ساعه كانت خمرت معايا وبقت كويسه قوي. نيجي بقى للصلصه بتاعت البيتزا. طبعا في كذا طريقه للصلصه بتاعت البيتزا. دي الطريقة الأصلية: طماطميتين وبصلاية وحوالي 6 فصوص توم وقرن فلفل وعليهم ربع كوباية مية، وحطيتهم على النار استووا كويس قوي. شلت القشر بتاع الطماطم وضربتهم في الخلاط وكده بقت جاهزة معايا الصلصة بتاعت البيتزا. طبعا ممكن طريقة تانية ان احنا نجيب ربع كوباية من الكاتشب عليها ربع كوباية من الصلصة ونقطة خل ونقلبهم كويس قوي وكده بقت الصلصة معانا جاهزة. ودي على الفكرة الصلصة دي احلى بكتير من الصلصة الاصلية بتاعت البيتزا كمان. هنا بقى الكاميرا كانت فصلت، فانا قطعت البيتزا بعد ما خمرت وفردتها في الصينية. وبعد كده طبعا الصينية مدهونة بحبة زيت بأي مادة دهنية طبعا. فردتها في الصينية وبالشوكة خرمت العجينة بتاعتي كويس قوي علشان ما ترفعش معايا كتير في الفرن. احنا مش بنعمل عيش. وطبعا السمك بتاع العجينة انت بتتحكمي فيه براحتك. انا بالنسبة لي افضل سمك ليها انها تبقى متوسطة، ما تبقاش عالية قوي وكمان ما تبقاش رفيعة قوي انها تنشف معايا في الفرن. وبعد كده كان عندي بواقي سجق كده حطيته عليها، ومقطع فلفل وطماطم وزيتون شرايح حطيتهم عليها، طبعا ده باختياركم. وبعد كده بقى تحطوا الجبنه. انا حطيت موتزاريلا، ممكن تحطي ميكس جبن، ممكن تحطي رومي مع الموتزاريلا. كل الجبن بتديها طعم حلو قوي قوي. في الوقت ده انا مسخنه الفرن بتاعي من حوالي ربع ساعه على 170. ادخلها الفرن بتاعي. انا ما بشغلش الشوايه عليها، بتدخل حوالي 5 دقايق على نار عاليه، وبعد كده بهدي عليها النار لحد هي ما بتاخدش كل الوقت اللي بتاخده، حوالي 15 دقيقه في الفرن علشان ما تنشفش معانا. دول بقى كان بقيت كميه العجينه عملت بيهم ميني بيتزا صغيره كده بتبقى حلوه قوي والاطفال بيحبوها. بعد ما طلعت معايا من الفرن خدت اللون الجميل ده وبصوا
حلوه قوي، والجبنه بتاعتها مظبوطه، جبنه الحمد حلوه قوي قوي، ومطتها حلوه وطعمها حلو. نستنى تهدى بس دقيقتين كده، وبعد كده نبدأ نقطعها. هتعجبك قوي قوي، ومختلفة عن بتاعة الشارع. انت عاملاها طبعا مش مكلفة خالص زي بره. بأي حشوات عندك في التلاجة هتقدري تحشيها وولادك يحبوها. كلنا بنحبها البيتزا اصلا. بقى سلكتها كده بس من الحواف بتاع الصينية علشان اقدر اقطعها واطلعها بسهولة. طريه قوي، والعجينه بتاعتها حلوه جدا جدا. عايزه اقول لكم ان ممكن تستبدلوا 3 معالق من الزبادي اللي بيطروا العجينه ب3 معالق من المايونيز، بيخلوا العجينه هشه وطريه وحلوه جدا. لو موجود المايونيز استخدموا بدل الزبادي، بيودي العجينه في حته تانية. جربوا الطريقه دي ومش هتندموا بجد، هتعجبكم قوي قوي. طلعت منها مثلث كده حلو قوي قوي. عايزه اقول لك ان هي لسه سخنه، كل ما بتبرد كل ما العجينه بتمط معايا، وهي لسه سخنه قوي كده ما بتبقاش المطه افضل حاجه. بصوا جميله ازاي وبتتقطع بسهوله، والعجينه بتاعتها طريه وناعمه. الميني بيتزا دي بقى في حته تانية خالص، صغيره كده على قد الاطفال. سلكتها طبعا من الصينيه. ممكن تعملي طبعا الكميه كلها ميني كده للحضانات والمدارس، بتبقى حلوه قوي والاطفال بيحبوها وبينبسطوا بيها جدا. ما شاء الله اللهم بارك. 3 كوبايات من الدقيق عملوا لي كميه بيتزا حلوه قوي. جربوا الطريقه دي وما تنسوش تكتبوا لي رايكم في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله.